قد ايه كان المصريين القدماء عظماء، قد ايه كان علمهم قوي ومعرفتهم جبارة وذكائهم خطير جدا علشان يصنعوا حضارة بالشكل ده تخلي من السياحة مصدر جبار للدخل القومي. ومن منظور تاني بص كده، بص بنشوف مصر الجميلة بشواطئها، يا سلام يا سلام على الجمال. ايوه يعني يا جو من الاخر عاوز تقول لنا ايه؟ يبقى نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع على طول. اعزائي طلاب حبايبي في كل مكان في الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة مع الجيو، في درس جديد بعنوان السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري. وزي ما لسه حالا قايلين يا حبايبي ان تعد السياحة مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي. ليه بقى؟ تعال نشوف. رقم واحد، لما توفره من فرص عمل للمواطنين. رقم اتنين، العملة الصعبة، الفلوس الأجنبي والدولارات بقى واليورو والحاجات اللي هتدخل مصر من السياحة دهيت. وطبعا يا ولاد احنا عارفين وحافظين خلاص وفاهمين ان علشان يكون عندنا سياحة قوية لازم يتوافر عندنا مقومات السياحة، المقومات الطبيعية والمقومات البشرية. برافو. المقومات الطبيعية سمي الله بقى كده وركز معايا. رقم واحد، الموقع الجغرافي، وطبعا مصر تقع وسط قارات العالم القديم، يعني موقعها الجغرافي مميز جدا. رقم اتنين، المناخ. رقم تلاتة، نهر النيل. ورقم اربعة، البيئة الطبيعية. والبيئة الطبيعية حبايبي اللي هي البيئات المتنوعة، البيئات الطبيعية اللي ربنا خلقها وأعز مصر بيها، سواء بقى البيئات دهيت بيئة ساحلية يعني على شط بحر أو محيط أو كده، أو بيئة صحراوية أو بيئة جبلية. وهنفهم أكتر يعني إيه كل الكلام ده هو باستفاضة طول الحلقة، بس طول بالك وركز معايا. طيب ايه بقى المقومات البشرية؟ سمي الله، صلى على رسول الله، ركز واصحى معايا. رقم واحد، النقل. وطبعا لسه حالا قايلين ان مصر تقع وسط قارات ايه؟ العالم القديم. برافو. يعني سهل جدا على اي سائح في اي مكان في العالم انه يركب طيارة ويوصل مصر. ليه؟ لان مصر تقع وسط قارات العالم القديم، يعني قريبة من اي سائح يركب طيارة ويجي مصر. كمان خد بالك لازم نهتم جدا بالنقل الداخلي، تكييفات بقى وعربيات نظيفة وحاجات حلوة كده للسياح عشان يبقوا مبسوطين ومتكيفين ومزقططين ويحبوا يجوا مصر دايما وباستمرار. طيب رقم اتنين، التراث الحضاري. والتراث الحضاري اللي هي الحاجات المتعلقة بالحضارة المصرية زي المعابد والمتاحف والآثار المختلفة وغيره وغيره وغيره. طيب رقم ثلاثة، التسهيلات السياحية. يعني ايه بقى التسهيلات السياحية؟ من اسمها كده نسهل على السائح الإجراءات، زي انه ما ياخدش وقت كبير في تخليص ورق معين او حجز تذاكر او الحاجات دهيت كلها. نخلي الموضوع سهل كده ولذيذ بالنسبة للسائح علشان يحب يجي مصر دايما وباستمرار. طيب رقم أربعة، التنوع الاجتماعي. والمقصود يا حبايبي بالتنوع الاجتماعي ان الافراد نفسهم في مصر ليهم سمات وخصائص متنوعة ومختلفة. ويلا بينا ندخل ونشوف المناطق السياحية الجامدة جدا عندنا في مصر. نفتح الخريطة بقى ونشوف اهم 10 اماكن سياحية عندنا في مصر. سمي الله، صلى على رسول الله. ونبدأ برقم واحد، دير سانت كاترين، واللي موجود طبعا في مدينة سانت كاترين، واللي فيها زي ما احنا كلنا عارفين اعلى قمة جبلية في مصر، قمة جبل سانت كاترين طبعا. رقم اتنين، الشعاب المرجانية وجمالها بقى سبحان المبدع في خلقه. فين بقى الناس الجميلة اللي بتروح تصيف على سواحل البحر الأحمر، شرم بقى والغردقة والأماكن اللذيذة دي، وبتشوف كل الشعاب المرجانية والحاجات الجميلة دهيت، وبالأخص في مدينة شرم الشيخ. رقم ثلاثة، معبد الأقصر. ورقم أربعة، معبد حتشبسوت. والاتنين ده همت الأقصر وحتشبسوت الاتنين من أهم التراث الحضاري الموجودين في مدينة الأقصر. رقم خمسة، معبد فيلة. ورقم ستة، معبد أبو سمبل. والاتنين ده همت يا حبايبي من التراث الموجود في مدينة أسوان. يبقى لما أقول لك من التراث الموجود في مدينة أسوان تقول لي إيه؟ تقول لي معبد فيلة وتقول لي معبد أبو سمبل، زي الفل. رقم سبعة، محمية الصحراء البيضاء، واللي موجودة في الصحراء الغربية، واللي بتتميز يا حبايبي بلونها الابيض الجميل. اي صحراء في الدنيا بالليل لونها اصفر، الصحراء دهيت بالذات او الوحيده اللي لونها ابيض زي ما احنا شايفين في الصوره كده. وخد بالك كده يا صديقي واصحى معايا الكلام اللي جاي ده. بص كده،
تلاقي ان الصحراء البيضاء دهيت موجودة جنوب او بالقرب يعني من واحة الفرافرة. وده سؤال يجي لك في الامتحان، يجي يقول لك محمية تقع جنوب واحة الفرافرة، نقول له ايه؟ محمية الصحراء البيضاء. برافو، مفيش كلام. طيب رقم 8 مقابر بني حسن اللي موجودة فين؟ في المنيا. برافو. رقم 9 هرم ميديوم بالفيوم. ورقم 10 اهرامات الجيزة طبعا، واللي عارفين موجودة في الجيزة زي الفل. طيب ومن الاخر يا جيو يجي يسألني ازاي في الجزئية دي؟ سمي الله، صلى على رسول الله، واصحى للأسئلة المهمة اللي جاية دهيت. السؤال الأول: الصورة التي أمامك تعد أحد المعالم السياحية التي توجد في نقط. بص كده بقى على الصورة. ده معبد فيلة لسه قايلينه دلوقتي، وقلنا موجود فين؟ هل رقم 1 ساحل مصر الشمالي، ولا رقم 2 القاهرة الكبرى، ولا رقم 3 الصحراء الغربية، ولا رقم 4 الوجه القبلي ومحافظاته بقى؟ يلا فكر وسمعني. تبقى الإجابة يا جيو رقم 4 الوجه القبلي، لأن معبد فيلة موجود في أسوان، وأسوان دهيت من محافظات الوجه القبلي. زي الفل، برافو جدا. طيب ركز معايا في السؤال الثاني ويلا وريني شطارتك. يعد أقرب المعابد الأثرية للحدود المصرية السودانية نقط. قول لي بقى أنهي معبد من اللي جاي ده أقرب معبد موجود من الحدود المصرية السودانية؟ هل رقم 1 معبد أبو سمبل وده موجود في أسوان خد بالك، ولا رقم 2 آثار طونا الجبل ودي موجودة في المنيا، ولا رقم 3 عين السلين ودي خد بالك موجودة في الفيوم، ولا رقم 4 معبد حتشبسوت وده خد بالك موجود في الأقصر؟ أنهي إجابة بقى هي الصح؟ تبقى الإجابة طبعا رقم 1 يا جيو، معبد أبو سمبل، لأنه موجود في أسوان، وأسوان أقرب مدينة من الحدود السودانية. برافو جدا، زي الفل. طب يلا وريني جمدانك الجامد جدا بقى في السؤال الثالث اللي جاي ده. أي مما يلي يقع جنوب واحة الفرافرة بالصحراء الغربية؟ السؤال ده لسه قايلينه من شوية. يبقى الإجابة رقم 1 عين السلين، ولا رقم 2 محمية الصحراء البيضاء؟ ركز. ولا رقم 3 معبد أبو سمبل، ولا رقم 4 مقابر بني حسن؟ أزعل جدا لو حد معرفش يحل السؤال ده. فكر يلا وريني إجابتك. تبقى الإجابة طبعا رقم 2 يا جيو، محمية الصحراء البيضاء، لأنها تقع جنوب واحة الفرافرة. الله عليك يا جامد، برافو. طيب سمي الله بقى كده وصلي على رسول الله وركز معايا جدا جدا جدا. هنقسم مصر يا حبايبي ل6 مناطق سياحية، وهناخدهم منطقة منطقة ونعرف شوية مميزات ومعلومات عن كل منطقة فيهم. ويلا بينا نبدأ برقم 1 ساحل مصر الشمالي، واللي طبعا كلنا عارفين الساحل الشمالي. بيقول لك بقى يا سيدي ايه؟ ان يجذب هذا النطاق اللي هو الساحل الشمالي يعني السياحة العربية. ايه ده؟ يعني الساحل الشمالي ده هو بيجذب اكتر حاجة السياحة العربية مش السياحة الاجنبية؟ بالظبط كده. وتعالى كده اكد لك المعلومة دهيت في السؤال الجميل اللي جاي دهوت. يجي يقول لك تعد اكثر الاماكن المصرية نجاحا في تحقيق التكامل السياحي العربي نقط. شوف بقول لك ايه؟ التكامل السياحي العربي. خد بالك وركز. تبقى الاجابه هل رقم 1 الساحل الشرقي، ولا رقم 2 الساحل الشمالي، ولا رقم 3 الصحراء الشرقيه، ولا رقم 4 الصحراء الغربيه؟ فكر يلا وريني شطارتك. تبقى الإجابة طبعا رقم 2 الساحل الشمالي يا جيو، لأنها منطقة جاذبة للسياحة العربية. زي الفل، برافو. طيب اصحى بقى وركز معايا وتعالى خليني اقول لك 3 معلومات كمان عن منطقة الساحل الشمالي دهيت. اصحى بقى وركز معايا كده، سمي الله، صلى على رسول الله. رقم 1 تمتد من الاسكندرية شرقا حتى السلوم غربا. رقم 2 توجد به عشرات القرى السياحية، مليان قرى سياحية. رقم 3 من اهم مناطق الساحل الشمالي، شوف كده وركز معايا، العلمين وسيدي عبد الرحمن ومرسى مطروح. وهي دي سعادتك كل المعلومات اللي مطلوب انك تعرفها في منطقة الساحل الشمالي دي. طيب يلا بينا ندخل على المنطقة رقم 2 سيناء. سمي الله بقى وركز معايا. تعد من مناطق السياحة الرئيسية في مصر. ليه بقى سيناء من المناطق السياحية الرئيسية في مصر؟ يلا يا كبير عد معايا. رقم 1 لتميزها بمقاومات طبيعية شديدة التنوع ما بين بيئة ساحلية وجبلية وصحراوية. يعني يا أولاد سينا دهيت طبيعتها متنوعة جدا، هنلاقي فيها بيئة ساحلية
على حدود بقى سواحل خليج العقبة والسويس، البحر الأحمر طبعا، أو بيئة صحراوية أو بيئة كمان جبلية زي جبل سانت كاترين، أعلى قمة جبلية في مصر كلها. طيب من الآخر يجي يسألني في الجزئية ديت إزاي؟ بسم الله صلى على رسول الله. يجي يقول لك تعد أكثر أماكن مصر في التنوع السياحي نقط. إيه أكتر منطقة فيها تنوع سياحي؟ هل رقم 1 الصحراء الغربية، ولا وادي النيل، ولا رقم 3 شبه جزيرة سيناء، ولا رقم 4 الدلتا المصرية؟ مش محتاجة تفكير دي. تبقى الإجابة أكيد رقم 3 يا جيو، شبه جزيرة سيناء، لأن طبيعتها شديدة التنوع، فبها بيئة ساحلية وبيئة صحراوية وبيئة جبلية. الله عليك يا جامد، برافو. طيب يلا بينا نكمل معلومات شبه جزيرة سيناء ونقول رقم 2 وجود سواحل خليج العقبة والتي تتميز بيه. ركز بقى وشوف خليج العقبة ده هو بيتميز بإيه أو السواحل بتاعته. رقم 1 كثرة الشواطئ الرملية. 2 المناخ الدافئ شتاء والشمس الساطعة. 3 امتداد الشعاب المرجانية مما جعله من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في شبه جزيرة سيناء. الناس بقى تيجي من كل مكان في العالم علشان تشوف الشعاب المرجانية الموجودة في خليج العقبة ديت. وركز الله يبارك لك في الحاجات والمميزات بتاعت خليج العقبة ديت علشان بعد شوية هسألك فيها. طيب رقم 3 وجود العديد من الآثار القديمة المهمة مثل دير سانت كاترين وقلعة صلاح الدين الموجودة في طابة. ايه ده؟ يعني سينا دهيت مش شواطئ ومناظر جميلة وبيئات طبيعية بس، لا دي فيها كمان آثار زي قلعة صلاح الدين ودير سانت كاترين. وبص بقى وركز معايا في السؤال الجامد اللي جاي ده واللي مربط لي النقطة رقم 2 و3 مع بعض. سمي الله بقى كده ووريني شطارتك. يعد من المعالم السياحية التي تتميز بالمناخ الدافئ شتاء نقط. خد بالك لسه قايلين إن مناخ منطقة خليج العقبة يتميز بالدفء شتاء والشمس الساطعة، صح كده ولا إيه؟ الله على الناس الشاطرة والمركزة معايا. طيب هو دلوقتي بيسألك عن مكان دافئ شتاء، يبقى أكيد المكان دهوت موجود في خليج العقبة، صح كده ولا إيه؟ يبقى الإجابة هل رقم 1 دير سانت كاترين دي موجودة في سانت كاترين بعيدة شوية عن خليج العقبة، ولا رقم 2 معبد هبس بالخارجة، ولا رقم 3 معبد شندي بالداخلة، ولا رقم 4 قلعة صلاح الدين بطابة؟ أنهي حاجة أقرب لخليج العقبة؟ تبقى الإجابة أكيد رقم 4 يا جيو، قلعة صلاح الدين بطابة، لأن طابة دهيت موجودة على رأس خليج العقبة في سيناء. الله عليك يا عفريت، برافو. ويلا بينا على المنطقة رقم 3 القاهرة الكبرى، وتضم المعالم السياحية في ركز معايا كده. هنقسم القاهرة الكبرى ديت لجزئين 2، القاهرة والجيزة. ورقم 1 القاهرة واللي فيها قلعة صلاح الدين والأزهر الشريف والكنيسة المعلقة، وفيها حاجات تانية كتير على فكرة، بس يعني خلينا عارفين ال3 أمثلة اللي موجودين عندنا في الكتاب دول بس. القاهرة طبعا مليانة معالم وآثار سياحية كتير جدا واحنا عارفين الكلام ده. طيب رقم 2 الجيزة واللي فيها أشهر منار على العالم الأهرامات. ويلا بينا على رابع منطقة سياحية الوجه القبلي، محافظات الصعيد بقى اللي كلها آثار ومعالم تاريخية زي ما كلنا عارفين. ويوجد في الوجه القبلي سمي الله بقى صلى على رسول الله آثار تاريخية من الحضارة الفرعونية حتى الحضارة الإسلامية. يعني الوجه القبلي دهوت مفهوش آثار تاريخية من الحضارة الفرعونية بس، لا ده في آثار من الحضارة الفرعونية وآثار كمان من الحضارة الإسلامية. طيب يلا بينا نشوف إيه هي الآثار التاريخية الموجودة في الوجه القبلي دهيت. ورقم 1 معابد وآثار الأقصر. رقم 2 معبد أبو سمبل جنوب أسوان. رقم 3 آثار طون الجبل والأشموني في المنيا. رقم 4 آثار ميديوم وعين السلين بجانب منطقة بحيرة قارون في الفيوم. طيب ومن الآخر يا جيو يجي يسألني إزاي في الجزئية دهيت. سمي الله صلى على رسول الله. يتجه السياح شتاء للاستمتاع بالآثار التاريخية في نقط. فين بقى المكان اللي فيه آثار تاريخية اللي السياح بيروحوا يشوفوها ويستمتعوا بيها؟ اصحى وركز. هل رقم 1 جنوب الدلتا، ولا رقم 2 وسط الدلتا، ولا رقم 3 الساحل الشمالي، ولا رقم 4 الساحل الشرقي؟ يلا ورينا اجابتك. تبقى اكيد الاجابه رقم 1 يا جيو، جنوب الدلتا، لان جنوب الدلتا دهوت اللي هي المحافظات بتاعه الوجه القبلي. الله عليك، ممتاز جدا.
ولكن خلينا نضيف لك معلومة بسيطة. ممكن يجي يقول لك نفس السؤال بس بدل جنوب الدلتا يقول لك وادي النيل، تبقى برضو الإجابة صح، لأن وادي النيل دهوت بيضم كل محافظات الوجه القبلي واللي فيها آثار تاريخية. طيب يلا وريني شطارتك في السؤال الثاني. بملاحظة الخريطة المقابلة نجد أن أكثر المقومات السياحية تمييزا للمحافظة المظللة والمشار إليها نقط. اصحى كده وركز. مظلل لي على الخريطة محافظة الأقصر، واللي هي من محافظات وجه قبلي، واللي بتتميز طبعا بإيه؟ بالآثار التاريخية. يبقى الإجابة هل رقم 1 التراث الحضاري، ولا رقم 2 التنوع الاجتماعي، ولا رقم 3 البيئة الطبيعية، ولا رقم 4 الموقع الجغرافي؟ سؤال سهل خالص اهوت، مش محتاج تفكير. تبقى الإجابة أكيد رقم 1 التراث الحضاري يا جيو، لأن التراث الحضاري بيمثل الحضارة والتاريخ والآثار، ومحافظة الأقصر بها آثار ومعابد مثل معبد الأقصر ومعبد حتشبسوت. الله عليك يا عالمي، ممتاز. طيب يلا بينا على المنطقة رقم 5 وهي ساحل البحر الأحمر، ويلا بينا نشوف بتتميز بإيه منطقة الساحل الأحمر. كلنا عارفين مميزاتها طبعا، الساحل بقى والشعاب المرجانية والبيئات المتنوعة والجمال اللي كلنا عارفينه. وخلينا أفكرك من شوية لما قلنا إن سينا بتتميز برضه بتنوع البيئات، من بيئة ساحلية لبيئة صحراوية لبيئة جبلية، صح كده ولا إيه؟ فاكر؟ أكيد فاكر. أهو كمان ساحل البحر الأحمر بيتميز بتنوع البيئات. طيب تعال نشوف، يلا بينا. رقم 1 يتميز ساحل البحر الأحمر طبعا بتنوع البيئات، من بيئة ساحلية أهو. البيئة الساحلية رقم 1 تمتد أمامها قدام البيئة الساحلية اللي هي السواحل ديت. بنشوف بقى مميزات البيئة الساحلية الجاذبة للسياحة، واللي هي مياه صافية زرقاء وشعاب مرجانية غاطسة تمتد بامتداد الساحل، وسهول رملية تطل بشواطئ رملية نقية في قطاعات كبيرة منه. يعني يا أولاد البيئة الساحلية دهيت بيبقى فيها، تاني ركز معايا، مية صافية وشعاب مرجانية وشواطئ رملية. برافو. طيب رقم 2 وجود ظهير جبلي تقطعه أودية عديدة تمثل مسالك وطرق إلى داخل الصحراء، وعادة ما تتم فيه السياحة البيئية. يعني يا حبايبي اصحى وركز معايا، الأودية الجافة عارفينها اللي بتبقى موجودة بين الجبال ديت وبتجمع المية لما يبقى فيه سيول وكده. الأودية الجافة دهيت بيستخدموها كطرق يدخلوا منها جوه الصحراء علشان بقى يعملوا السفاري ويركبوا البيتش باجي ويتشقلبوا في الجبل والحاجات اللي كلنا عارفينها ديت. طيب من الآخر يجي يسألني في الجزئيات ديت ازاي؟ سمي الله، صلى على رسول الله، واصحى للسؤال المقالي الجامد اللي جاي دهوت. تتعدد مناطق الجذب السياحي في محافظة البحر الأحمر، دلل صحة العبارة. يلا بقى اثبت لي التنوع والبيئات والحاجات الجاذبة للسياحة الموجودة في محافظة البحر الأحمر. تبقى الإجابة يا جيو نقول حيث تتنوع بمحافظة البحر الأحمر مقومات الجذب السياحي المتمثلة في رقم 1 ساحل البحر الأحمر، والذي يتسم بتنوع البيئات، من بيئة ساحلية تمتد أمامها 3 حاجات: مياه صافية زرقاء وشعاب مرجانية غاطسة وسهول رملية. كمان رقم 2 وجود ظهير جبلي تقطعه أودية عديدة تمثل مسالك وطرق إلى داخل الصحراء، وعادة ما يتم فيها السياحة البيئية. الله عليك، ممتاز جدا. سادس وآخر منطقة جاذبة للسياحة معانا بإذن الله في الجزئية ديت هي واحات الصحراء الغربية، وتعد أحد المناطق السياحية في مصر، وذلك بسبب وجود، يلا عد معايا بقى، رقم 1 العيون المائية الكبريتية والمعدنية الحارة في عدد كبير من الواحات، واللي هي ببساطة أولاد السياحة العلاجية. عارفين انتوا الناس اللي بتروح واحد سيوة والأماكن دي وتندفن في الرمل ما يبقاش باين منها إلا راسها بس دهيت، أو ينزلوا في المية الكبريتية واللي بتعالج أمراض كتير جدا، هي الحاجات دي بقى بنسميها السياحة العلاجية، وموجودة في واحات الصحراء الغربية. وطبعا من أشهر الواحات دهيت واحد سيوة زي ما أكيد كلنا عارفين. طيب رقم 2 العديد من الآثار، مثل شوف بقى الآثار الموجودة في الصحراء الغربية أو في واحات الصحراء الغربية: معبد هبس بالخارجة، ومقابر المزوقة متزوقة وجميلة اهيت، وشاندي بالداخلة. طيب رقم 3 مناطق جذب لسياحة السفاري، حيث تتوافر بها
مخيمات السفاري. الناس بقى بتروح تمارس سياحة السفاري وتركب بيتش باجي والكلام دوت في الواحات الواسعة جدا بتاعة الصحراء الغربية. طيب رقم 4 الكثبان الرملية والأشكال التضاريسية المتميزة. ومن الآخر صديق الطالب الجميل يجي يسألك في الجزئية دهيت ويقول لك ها سم الله صلى على رسول الله، يلا ثبت المعلومة في دماغك بقى. أي من المناطق السياحية الآتية غير موجودة في المحافظات المظللة بالخريطة المقابلة؟ بص كده، بص معايا على الخريطة، هنلاقي مظلل لي محافظة الوادي الجديد. ده محافظة الوادي الجديد ديت موجودة في الصحراء الغربية. تبقى الإجابة إيه بقى؟ هل رقم 1 مقبرة شاندي، ولا رقم 2 معبد هبس، ولا رقم 3 معبد أبو سمبل، ولا رقم 4 مقابر المزوقة؟ إيه بقى الحاجة من الحاجات الموجودة ديت مش موجودة في الوادي الجديد أو في الصحراء الغربية أو في واحات حتى الصحراء الغربية؟ يلا سمعني إجابتك. تبقى الإجابة أكيد رقم 3 يا جيو، معبد أبو سمبل، لأن معبد أبو سمبل هو الوحيد من الاختيارات الموجودة معانا دهيت موجود في أسوان، أما الباقي موجود في الصحراء الغربية. يعني معبد هبس موجود بواحة الخارجة بالصحراء الغربية، ومقابر شاندي والمزوقة موجودين هما الاتنين في واحة الداخلة برضو في الصحراء الغربية. الله عليك، ممتاز جدا. طيب يلا وريني شطارتك في السؤال الثاني. تعتمد سياحة السفاري على نقط، هل رقم 1 التراث الحضاري، ولا رقم 2 البيئة الطبيعية، اصحى وركز، ولا رقم 3 التنوع الاجتماعي، ولا رقم 4 الموقع الجغرافي؟ طيب ناخدهم واحدة واحدة كده. التراث الحضاري اللي هو الآثار يعني والحضارة والكلام دوت، ليه دعوة بالسفاري؟ ملوش دعوة بالسفاري. طيب البيئة الطبيعية، تصدق البيئة الطبيعية ديت اللي هي البيئة الجبلية أو الصحراوية أو كده الناس بتروح تعمل فيها سفاري، يبقى ممكن الإجابة صح. طيب يلا انت فكر في الباقي كده وسمعني إجابتك. يبقى خلاص أكيد الإجابة رقم 2 يا جيو، البيئات الطبيعية. الله عليك، وبكده يا صديقي نكون شرحنا وحلينا وفرمنا كمان كل تفاصيل المناطق السياحية. ويلا بينا ندخل ونشوف جهود الدولة لتنمية السياحة. الحكومة المصرية بقى بتعمل ايه علشان تحافظ وتطور من السياحة الموجودة عندنا في مصر دي؟ سم الله صلى على رسول الله، ركز معايا جدا في المقترحات والجهود اللي جاية دهيت. وعلى فكرة يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ما هي مقترحاتك لتنمية السياحة؟ نقول له الحاجات اللي جاية دهيت. ايه ده يعني مش ههبد واروح قايل له اي مقترحات من دماغي؟ لا يا راجل كفاية هبد بالله عليك. المقترحات اللي هتقولها في السؤال ده تكون في نطاق الكلام اللي جاي دهوت. طب اسمع بقى ايه المقترحات او الجهود اللي الدولة بتعملها. تبذل الدولة جهودا كثيرة لتنمية السياحة بها، حيث قامت ب رقم 1 إنشاء وزارة الثقافة والآثار لدعم وتنمية المشروعات الكبرى والحفاظ على النظم الثقافية والحضارية المصرية. نعمل وزارة للثقافة علشان تدعم المشروعات الكبرى والمشروعات السياحية والحاجات الجاذبة للسياح ديت. طيب رقم 2 التوسع في إنشاء الفنادق بدرجاتها المختلفة دهيت. يعني نسمع إن في فنادق 4 نجوم و5 نجوم و7 نجوم. نعمل بقى فنادق بدرجات مختلفة. الناس السياح اللي معاهم فلوس شوية صغيرين يجي ينزلوا في فندق 4 نجوم مثلا، اللي معاه فلوس كتير ينزل في 7 نجوم 9 نجوم وهكذا يعني. طيب رقم 3 التوسع في إنشاء المطارات بالمناطق السياحية وتطويرها. والمطارات يا حبايبي حاجة أساسية وضرورية جدا في أي منطقة سياحية. تخيل كده مثلا شرم الشيخ ما فيهاش مطار، يبقى السائح يجي من أي دولة تانية يروح القاهرة ويركب من القاهرة مواصلات ويروح شرم الشيخ. طب ودي كده بالله عليك تبقى سياحة؟ ده احنا كده بنبهدل الناس وبنعذبهم معانا. فلازم يكون في مطارات والدنيا سهلة وبسيطة، السائح يجي ينزل من المطار يروح على الفندق يبقى مرتاح ومبسوط فيجي باستمرار كل سنة مصر. طيب رقم 4 إنشاء كليات ومعاهد السياحة. ليه بقى هنعمل كليات ومعاهد؟ لتوفير الكوادر العلمية والكفاءات في العمل السياحي. والنقطة دهيت يجي يسألك فيها سؤال حلو قوي، سمي الله بقى كده وركز في السؤال اللي جاي دهوت. يجي يقول لك يتمثل الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لدعم النشاط السياحي في نقط. قول لي بقى وزارة التربية والتعليم دهيت بتدعم السياحة ازاي؟ للسائلين. تبقى الإجابة هل رقم 1 بالتوسع في إنشاء الفنادق؟ طب والتربية والتعليم مالها ومال الفنادق؟ لا طبعا. طيب رقم 2 توفير الكوادر العلمية. تصدق الناس هتتعلم وتطلع كوادر علمية وبتاع، ممكن صح. طب رقم 3 توفير القرى السياحية. طيب رقم 4 الاهتمام بإنشاء دار للثقافة والآثار. فكر يلا وجاوب.
تبقى الإجابة أكيد رقم 2 يا جيو، توفير الكوادر العلمية واللي بتساهم في دعم النشاط السياحي. الله عليك يا برنس، برافو. طيب رقم 5 معانا بقى تطوير القرى السياحية والمنتجعات. ورقم 6 تحسين الطرق ووسائل النقل سواء كانت نهرية أو جوية أو برية. طيب رقم 7 المشاركة في المعارض العالمية وزيادة عملية التسويق السياحي في دول العالم. يعني يا حبايبي ببساطة خالص نعمل دعاية للمتاحف والآثار بتاعتنا علشان الناس تعرف العظمة اللي عندنا ويجوا يزورونا من جميع أنحاء العالم. طيب يجي يختبر ذكائك الجامد جدا في الجزئية دي ويقول إيه؟ بسم الله صلى الله على رسول الله. تعتبر من وسائل التنمية السياحية في مصر باستخدام التسويق السياحي نقط. بستخدم التسويق السياحي في التنمية السياحية إزاي؟ هل رقم 1 بنشر الوعي السياحي، ولا رقم 2 تحسين البنية التحتية في المناطق الأثرية، ولا رقم 3 تحسين الطرق والمواصلات، ولا رقم 4 عرض مومياوات توت عنخ آمون في المتاحف الدولية؟ يلا فكر وانا اشترطك. تبقى الإجابة أكيد يا جيو رقم 4 عرض مومياوات توت عنخ آمون في المعارض الدولية. فالناس من جميع أنحاء العالم هتشوف تماثيل توت عنخ آمون، فهتيجي عندنا مصر علشان تشوف بقية التماثيل والمتاحف والعظمة اللي عندنا في مصر. ممتاز جدا، وده يا حبايبي كده بنعتبره شكل من أشكال التسويق السياحي. طيب رقم 8 والأخير توعية المواطنين وإرشادهم بكيفية التعامل مع السائحين. يعني نقعد مع الناس كده ونوعيهم ونعرفهم ازاي يتعاملوا مع السائحين ويتكلموا معاهم كويس ويبيعوا لهم باسعار كويسه، مش يضحكوا عليهم ويكرهوهم في مصر، لان لو كرهوا مصر هيمشوا ومش هيرجعوا لها تاني. وبس يا سيدي ادي درس وحكايه السياحه في مصر. هيظهر قدامكم حالا يا حبايبي رابط الجزء الثاني للدرس، اضغط عليه علشان نروح نفرم مع بعض الجزء الثاني واللي بيتكلم عن التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. يلا اضغط على الرابط، مستنيك هناك. سلام.